الدفعة جاهز للتربية العسكرية. الحلقة ده جميلة قوي يعني. أول يوم في التربية العسكرية، صحيت متأخر ولسه ربع ساعة على الميعاد. خلصنا أول يوم في التربية العسكرية. تاني يوم في التربية العسكرية. تاني يوم تربية عسكرية خلص، الحمد لله خلص على خير. الله المستعان. الواحد أصلا بيخلص التربية العسكرية دوت بيبقى معاه كام ساعة كده، برجع أنام، أصحى أقعد كده بقى مع العيلة وبتاع ومش عارفة إيه، وعلى الموبايل شوية، ألاقي خلاص انتهى الوقت، يلا يا باشا نام عشان تقوم بكرة بدري، وهكذا. تالت يوم تربية عسكرية، رابع يوم في التربية العسكرية. المرة دي مش رايح عشان في رحلة طلعت تبع وزارة الدفاع لمعرض الكتاب، هنروح ببدلة وبتاع كده، وميعادنا هناك الساعة 11، مش من بدري يعني. لسه القميص الكوي ونتحرك بقى على الجامعة إن شاء الله عشان هياخدونا من هناك على المعرض. خير. جبنا القميص، هنستعد بقى عشان نروح معرض الكتاب. يلا بينا، جهزنا ورايحين من معرض الكتاب. نحييكم. وخدنا جولة جميلة أوي في المعرض، وبالأخص قاعة 3 اللي كان فيها معظم الوزارات. عدينا على وزارة الدفاع، وعدينا على مجمع الملك سلمان اللي بيخص اللغة العربية. ومن ألطف الحاجات اللي شفتها هناك هي وجود شارع لولو. واحنا معديين لقينا فيه بيتوزع حاجة، فقلنا نقف في الطابور ونشوف ايه الحاجة دي. حاجة طلعت يا جماعة حلوة عملية، أول تجربة قدامكم يعني نشتغل في البلولة. ارميها بقى. حلو كم من 1 ل10 خد؟ كام ايه؟ حلو 10. وده يعلمنا ما نجربش اي حاجة نلاقيها في المعرض. يا جماعة دلوقتي انا في واحد صاحبي موجود هنا، هو اصلا متطوع يعني في بتوع معرض الكتاب هنا، فهو ما يعرفش ان انا موجود، فاحنا هنروح دلوقتي نقابله وهنصور لكم اللحظة دي. انت بتجري ليه؟ طيب انت بتجري ليه؟ اجري هاته. بعد كده ثانية. كده انت بتصور؟ اه بصور. انا اول لما لقيتك الناس بتقول انت طلعت مين، وانا جيت بقى قلت اجي لك. انا موجود هنا يا ابني، انت بتقول لي ان انت جاي كويس. انا جاي تبع وزاره الدفاع طبعا. ده استاذ محمود المشهور اللي بيعمل ترندات على الانستجرام، وعامل موضوع كبير قوي يعني. انا سعيد قوي والله مبسوط اني شفتك. شبيه يا جدعان. هو انا اللي شبيه. احنا الاثنين شبيه بعض. نور والله. عامل ايه؟ ادينا صورة. شفتوا بقى زي ما انتوا شفتوا يعني. يلا رايحين بقى ناكل ونصور لكم كده اليوم يعني على قد ما نقدر ان شاء الله. من الطف الحاجات اللي حصلت في المعرض ان انا قابلت فارس حميده وقابلت استاذ سامح الجندي بصراحه. التقينا باستاذ فارس حميده حبيبي يا وبصراحه محمود، سعيد جدا. ربنا يبارك فيك، اتشرفت والله ان انا قابلتك النهارده، وبالتوفيق ان شاء الله. حبيبي ربنا يبارك فيك، جزاك الله. وخلص اليوم ورجعنا تاني على الجامعه، واسيبكم بقى مع هذه التلاوه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. رجعنا البيت. خليكم معايا. قربت على البيت خلاص اهو. كان يوم جميل قوي يعني. حاولت اشارككم كل اليوم من ما احنا رايحين لغايه ايه اللي عملناه هناك وقابلنا مين لغايه لحظه رجوعي بقى وكده. اليوم بصراحه كان لطيف يعني. الواحد زعلان انه هيرجع تاني بكره للتربيه العسكريه بقى من تاني عادي يعني زي الايام العاديه. انا يعني شاركت معاكم معظم الحاجات، المؤتمرات
والحاجات اللي انا بروحها. ما عنديش اغلى منكم بقى نشارك مع الفلوجات دي. نعمل ايه؟ يلا خير، انا خلاص وصلت البيت تقريبا اهو. عدنا الى البيت. شوف الواحد حاسس بنشاط عشان يتحرك وراح وجي. رجلي وجعاني بصراحة، رجلي وجعاني. السلام عليكم. اليوم الخامس من التربية العسكرية. أول أسبوع قرب ينتهي خلاص، كده لسه لنا أسبوع ونقول فركش. يلا بينا ننزل عشان اتأخرنا على طابور التمام، عشان نروح نقف في السرية عشان القائد ما يقولناش حاجة، وعشان الحكمدار ما ياخدناش غياب. يلا بينا. أنا نازل. السلام عليكم. فطرت؟ حاضر. السلام عليكم. ايه؟ لا كله معايا. ماشي يا حبيبي. سلام. بعد ما نزلت اشرب موبايلي ومحفظة وكراسة وقلم، ممكن نحتاج كام تفصيلة كده يعني، بس هحطهم في الشنطة تحت صاحبي. المهم بس نوصل عشان احنا متأخرين. العميد ربنا يبارك له قالك كل المغتربين اللي هم من الأقاليم وكده، مش من القاهرة ولا القاهرة الكبرى، ممكن يمشوا بدري يعني. فأنا عشان متسجل في البطاقة دمياط فمشيت. الحمد لله مروح بدري بقى. فنروح بقى البيت نفطر كده، والحمد لله يعني في عدد ساعات هو ما راحش، يعني ممكن نستغله بقى في اليوم ان شاء الله. هانت. صباح الخير. في صوم كتير اوي النهارده عايز اعملها، بس يلا صحينا. ظبط المنبه قبل الصلاة بشوية حلوين عشان اقدر ان انا اجهز للصلاة. فيلا نجهز وننزل. بقينا جاهزين للصلاة، يلا بينا ننزل. من السنن في يوم الجمعة الاغتسال والتطيب والتبكير للمسجد. فاحنا الحمد لله يعني استحمينا ورشينا برفان ولبسنا احسن ما عندنا لبس احسن الثياب. فادينا رايحين المسجد اهو عشان حتى نلحق نقعد يعني في المسجد من جوه في حته كويسه. رجعنا من الصلاه وجبنا الفطار، يلا نفطر بقى ونشوف هنعمل ايه. الفلوج النهارده عن موضوع مهم. اليوم في الاجازه ممل، عباره عن انسان بينزل يصلي ويطلع ويعني احلى حاجه ان انا بقعد مع اهلي، بس بقعد مع اهلي بنزل اصلي وارجع بس. بقضي بقى مشاوير للبيت يعني وكده. فده انا احسبه بر والدين يعني، او بر جدتي لان انا جدتي يعني ان شاء الله في ميزان حسنات. بس فده اللي انا بعمله، غير كده ما بعملش حاجه. فيعني يا ريت الدراسه بقى ايه ترجع بسرعه، ماشي، عشان يبقى لنا حياه كده. المهم ان الحياه بدون السوشيال ميديا عادية حلوة يعني، عادي وبتقضي وقت وبتاع. كل استخدامي لو بسمع المحاضرة بتاعت بناء المنهج على التليجرام، غير كده شايف اي استفادة من وسائل التواصل الاجتماعي بصراحة. الفكرة في ايه؟ الفكرة ان انا محتاج وقت مع نفسي، محتاج اقعد فعلا مع نفسي كده وقت اكتر. استغل بقى ان الموبايل مش معايا ده و... واقعد بقى وقت اكتر مع نفسي واظبط الدنيا وكده. صباح الخير. الواحد صاحي فايق ورايق وعايز بقى يخلص يعني انا ركمت بصراحه كام محاضره من البناء المنهجي، فعايز بقى اخلصهم وبس. ده اللي انا هعمله يعني النهارده. بصراحه انا حاسس ان انا رقبتي باينه، يعني المفروض اعملها كده، بس بفتكر ان انا ولد عادي عادي دي تبان، بس حاسس في حاجه غلط يعني. المفروض اعمل كده بتاع. فانا هلبس هايكول عشان ايه؟ عشان نخاف بالحته دي، منها الدفه ومنها ايه، ما احسش ان في حاجه غريبه جدا. ماشي. سبحان الذي هدانا للحجاب. فماشي يلا بينا اروح البس الهايكول. عملت قهوه بوش وطلع ايه جميله، بس ما شاركتكوش بقى وانا بعملها يعني، كفايه الفلوجات اللي فاتت. ف يلا بينا. شوف كده منظر واحد احلى فعلا والله. لما بلبس كده بحس ان انا شبه ساموراي بتاع اي ناشئ. قلت لكم الحوار ده قبل كده في فلوج من الفلوجات. المهم ان احنا يلا بينا نتفرج على المحاضرات اللي علينا في البناء المنهجي. العلم والإيمان والتقوى والمعرفة، وما يكون فيه تهيئة للإنسان في أن يكون
مؤمنا في نفسه، صالحا في نفسه، مصلحا لغيره بإذن الله تعالى. برنامج البناء المنهجي له قصة في انطلاقته، له قصة في بدايته، وهذه القصة لها جذور تاريخية. انا اتفرجت اصلا على المحاضره الاولى اللي هي تعلمنا الايمان، بس ما كنتش اتفرجت على بتاعه الترحيب وبتاع كده، فقلت ايه، تعالى نجيبها من اول فيديو. بيرفكشنزم. قلت تعالى نجيبها من اول فيديو بتاع الترحيب ونشوف اكتر، نعرف احنا داخلين على ايه اكتر، فنعرف تعريف البناء المنهجي ايه هو، هنستفاد ايه من البرنامج ده، وهكذا يعني. يمكن دي رسالة للناس اللي بالفعل سجلت فيه. تسجيل قفل تقريبا، قفل. فدي رسالة الناس لسه ما سجلتش، فإن شاء الله الموسم الجاي تسجل لما تعرف ايه هو. ويمكن دي رسالة للناس اللي خلاص سجلت فما تراكمش زي حالتنا، وتبدأ انها تمشي واحدة واحدة وتعرف أهمية البرنامج وهيطلعوا منه بإيه وهكذا يعني. ف يلا بينا، هخلص المحاضرات اللي عليا دي وبعد كده نشوف هنعمل ايه. وده كله يعني بدون موبايل، انا مش بستعمل الموبايل غير في ان انا بصور بيه بس. غير كده يعني يومنا الحمد لله مثمر، وفي حاجات كتير عملناها، وفي كتاب انا شغال عليه اصلا دلوقتي ان انا اعمل لكم سلسله فيديوهات عنه، هو 250 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام الطيب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده يعني كل يوم حديث وبشرحه وكل حاجه، ويعني هو جميل قوي الكتاب ده برضه، ومن الكتب اللي انا كنت عايز اقراها من زمان. وشاريه من زمان فعلا بس ما قراتوش، فدي الفرصه ان احنا نقراه بقى. انا قلت ان انا في الاجازه مش هعمل حاجه غير ان انا استريح، بس مش كلها استريح، ان انا استريحت يعتبر الفتره اللي فاتت، فحاسس ان انا بدات ان انا اكسل، والكسل بيجيب كسل، فحسيت ان انا بدات ان انا يعني ايه امل، والاجازه ما تبقاش بالنسبه لي ممتعه، وحاسس ان انا بقيت يعني مش عايز اقضيها نوم وبتاع وكده وبس. فقلت ايه، ندخل فيها حاجة بعيدا بقى عن التربية العسكرية والزحمة بتاعت الصبح، بقية اليوم نستغل في حاجة تنفعنا لديننا ودنيانا. فممكن نقرأ الكتاب ده، هو بسيط، هو عبارة عن أحاديث، وبالمرة نعمل سلسلة فيديوهات عنه كل يوم حديث والشرح بتاعه، ونخلص المحاضرات اللي علينا في البناء المنهجي. ويلا يلا بينا. بس مرة واحدة كده وقفت وقعدت أفكر، يلا بينا. ما يلا يا ابني، وانا اروح لوحدي ولا ايه؟ يلا، ما قلت يلا يا بابا، يلا حبيبي. لا معلش انا نسيت اقول لك يلا على فين. بص يا سيدي، انا دلوقتي بفكر ازاي ان انت هتقضي وقت مع نفسك او تعمل ايه من غير موبايل من الاخر يعني. بصراحه حسيت ان الموبايل تضييع وقت، حسيت ان انا محتاج اركز مع نفسي وبس الفتره دي قبل ما ندخل بدايه الترم التاني، وهو قبل ما النتيجه تطلع ونشوف هنعمل ايه، وهل احنا ماشيين صح في الترم الاول ولا محتاجين نعدل حاجة، سواء في دراستنا، في علاقتنا بربنا ودي الأولى طبعا، أو حتى في علاقتنا مع أهلنا. هل أنا مقصر في حق أهلي ولا أنا بسأل عليهم باستمرار وبر بيهم، وهل أنا ولد صالح ولا لأ. قعدت أسأل نفسي كده، هل أنا شاب والنشأ في طاعة الله ولا أنا لسه ما وصلتش للمرحلة دي. وقعدت أسأل نفسي أسئلة كتيرة قوي، لدرجة إن أنا عملت الفيديو ده مخصوص علشان اشجعك ان انت تبطل تقعد على السوشيال ميديا، وفي نفس الوقت ان انت تركز مع نفسك اكتر. وده البديل للقعدة على السوشيال ميديا، اللي انت لو دخلت في البرنامج او الحتة اللي هي موجودة في الاعدادات على موبايلك، واكيد هتوصل لها يعني او عارفها، هتعرف انت قد ايه قاعد على الموبايل وقد ايه في وقت من عمرك بيضيع. ولو استمريت بهذه الحالة فهتضيع سنين من عمرك بس على قعدة الموبايل، وده طبعا حرام. فلقيت ان انا وانت محتاجين تقعد كده مع نفسك، تعرف انك في رحلة لاستكشاف نفسك مع نفسك، مش في منافسة مع حد ابدا، وان مفيش حاجة فاتتك ولا هتفوتك، وان النجاح بيساعد كل، انا وانت وهو كمان، وان الحياة مش بتصفو لاحد، كلنا بلا استثناء عندنا نوع من انواع الالم. يبقى مفيش حاجة في الدنيا بتيجي بالساهل ولا من اول محاولة، هتفضل تحاول تجيبها يمين وشمال لحد ما ربنا يشاء وتظبط. ربنا سبحانه وتعالى ليه حكمة في تأخيرها، وقتها هتنسى اي مرارة كانت في الطريق. عقلها وتوكل وربنا كريم والله. انا بقى بدل ما اركز في حياة اي حد، وقفت ان انا ادي لنفسي حتى المجال ان انا احكم على الناس حتى بيني وبين نفسي. دايما افكر نفسي ان انا اشغل نفسي بنفسي وبطباعي وازاي اتطور. الموضوع ده خلاني افهم اكتر الابعاد النفسية
لتصرفات الاشخاص. وبصراحة انا ارتحت جدا، لان اكبر همي هو ازاي ابني حياة صحية لنفسي. عرفت ان انا المخرج لقصتي، انا المسؤول عن القصة. ليه ادي الصلاحية دي لاي شخص في حياتي؟ من وقتها وانا ما بقتش بحط حد اولوية عني. اللي اضافة حلوة بكون مبسوط وانا معاه، والاضافة سيئة بنبعده بكل هدوء. انا اطور مني ده مسؤوليتي، ان انا انمي من نفسي ده مسؤوليتي، مشاعري دي مسؤوليتي. ليه مستني الوقت المناسب؟ لو فضلت مستني الوقت المناسب مش هيجي، علشان ربنا سبحانه وتعالى يسخر لي الغير متاح اللي مش متاح. لازم اسعى بالمتاح عندي دلوقتي. ليه انتظر حد او انتظر حاجه من حد او اي حاجه، مع ان مفيش حد ملام او اي شيء من الحاجات دي الا نفسي، وفي كل حال من الاحوال ربنا معايا. سمعت قبل كده ان الشخص العطشان عمره ما هيكون شبعان غير لما يغذي الشبع ده من الداخل. لما تبقى علاقتي بنفسي صحيه، علاقتي بالناس اللي حواليا تبقى صحيه، واعرف ازاي اختار محيطي، ازاي احط حدودي مع الناس اللي حواليا. عشان كده انا عامل الفيديو ده، عشان اقولك ان انت مش بس نفسك ليها حق عليك ان انت تهتم بيها وتوعيها وتخليها كمان ناضجة وتكبر واحدة واحدة كده. لا، انت كمان وقتك انت اولى بيه، مش نفسك بس اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة، لكن وقتك كمان انت اولى بيه. ده كله يخليك تنور كده لمبة في دماغك ان قد ايه انت مقصر في وقتك ونفسك، ومحتاج ان انت تستوعب كل ده علشان تديهم وقت اكتر، وترجع تاني الشخص اللي انت كنت زمان عليه وكان عاجبك قوي النسخة دي من نفسك. او حتى لو انت لسه ما وصلتش للنسخة دي، فتحاول ان انت توصل للنسخة اللي تقول دي احسن نسخة مني، ده اللي انا نفسي افضل عليه دايما طول عمري. فخليك دايما عارف ان انت محتاج كل فترة ان انت تقف مع نفسك، ودي الفترة المناسبة من وجهة نظر ان انت تقف مع نفسك وتبدأ ترتب امورك تاني، وتشوف هل انت ماشي صح ولا ماشي غلط، ولا محتاج تاخد راحة وترجع تاني، ولا محتاج تعمل ايه بالظبط. فالفيديو ده رسالة. انا عارف ان هو فيديوهاتي ما بتوصلش ناس كتيرة، ولكن ده برضو حاجة من الحاجات اللي انا وقفت مع نفسي وقلت هل انا فعلا محتاج ان انا اعمل الفيديو ده، ومحتاج ان انا اصلا اكمل في فكرة الفلوجات، ولا محدش مهتم. بس انا ما بعملش عشان الناس، انا ما بعملش عشان فيوز كتيرة، انا بعمل عشان يمكن حد واحد يتفرج على الفيديو ده فيطلع مستفيد منه، فابقى انا كده وصلت للهدف بتاعي والغاية اللي انا محددها من بداية في كوني صانع محتوى. انا بعمل محتوى من وانا في تانية اعدادي تقريبا، عملت وحاولت ووقعت وقمت، وانا في ثانوية عامة رجعت، بعد كده وقفت عشان ثانوية عامة وضغطها، بعد كده رجعت دلوقتي وانا في اولى جامعة، واديني بحاول وبوقف وارجع واوقف واعمل. المرة دي انا مستمر في سلسلة فلوجات، من اول فلوج واحد لغاية دلوقتي وصلنا للسابع، واللي انت فيه ده دلوقتي ده التامن. مش هقفل ومش هوقف مادام في حد ممكن يبقى بيستفاد من الفيديوهات دي. بصراحة انا مش بعمل عشان فلوس، مش بعمل عشان شهرة، مش بعمل عشان حاجة، ولكن انا نفسي يكون لي اثر، وده كان اول فلوج عملناه. وبعد كده انا نفسي ان انا اوصل رسائل، انا وانا في سن وانا اصغر من كده كان نفسي ان حد يوصلها لي، فبحاول اقصر عليك المسافات عشان توصل لها انت. ويمكن حد اكبر مني بس مش مستوعب النقط اللي انا وصلت لها، لان انا فعلا مريت بحاجات وتجارب كتيرة قوي ممكن تفيدك، فساعتها نطلع احنا كلنا كسبانين، انا وانت وهما والناس كلها تطلع كسبانة من الفيديو ده. مش عارف ممكن اقول لك ايه تاني، ولكن الموبايل بيضيع وقت كبير قوي منك، والسوشيال ميديا في العموم ممكن تبقى سبب في ان انت نفسيتك تبقى وحشة، وممكن تبقى سبب في ان انت تبقى مش قادر. يعني بداية يومك، لو انت بدأت يومك وانت اول حاجة بتمسكها في اليوم هي الموبايل، فانت ممكن تشوف خبر وحش يخليك تتقفل من اليوم كله. ممكن تبدأ بداية غير صحية حتى على عينيك، والشاشة اللي بتبقى في عينيك دي على طول. خليك كده تبدأ بداية اليوم صح، بعد كده تنهيه صح. وخلي السوشيال ميديا دي هي وقت قصير قوي في يومك، مش هي كل يومك. وخليك عارف ان انت وقتك بتتحاسب عليك وبتتحاسب عليه. انا عايزك تركز كده ان الفيديو ده تطلع منه مستفيد، وتعرف ان انت حتى الوقت اللي انت بتتفرج فيه على الفيديو ده انت بتتحاسب عليه، هل هو فيديو مفيد ولا هو فيديو اي كلام، فاعمل له سكيب لو مش مستفيد. تمام.